السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى جايبه لكم فكره جميله جدا وفيديو لذيذ قوي وكيوت بجد، انا حبيته، يا رب تحبوه انتوا كمان. الفكره بتاعتنا النهارده هنستخدم فيها الجردل ده او اي جردل تاني صغير موجود عندكم، لو كان بتاع زيتون، جبنه، شوكولاته، اي حاجه هينفع جدا. وهستخدم الغطا ده كمان علشان انا كنت عايزه غطا حجمه كبير وكمان يكون عالي، فده كان مناسب جدا. والماسورة دي كانت بتاعة لعبة من ألعاب الولاد. انتوا لو عندكم ماسورة كهرباء أو عصاية أي حاجة موجودة هتنفع معانا إن شاء الله. في البداية أنا عاوزة أعمل، يعني عايزة أدخل الماسورة دي جوه الغطا اللي معايا ده، فانا هفتحه وهو سهل جدا انه يتفتح بالمقص، مش محتاج اي حاجة تانية. فانا فتحت فتحة صغيرة، فضلت اوسعها لحد ما وصلت للمقاس بتاع الماسورة دي، لان انا كنت عايزاها تبقى ضيقة شوية، ما يبقاش الفتحة كبيرة عشان الماسورة ما تتخلعش منها. فركبتها زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اثبتها بمسدس الشمع. هثبتها من فوق كده، وهثبتها كمان من تحت من القاعدة بتاعتها برضو علشان تبقى ثابتة وقوية معايا كويس. وهسيبها دلوقتي خالص لحد الشمع ما ينشف. وطبعا الجردل بتاعي زي ما انتوا شايفين هو كان جردل دهان فمتبهدل، عايزة انا اصنفره واخليه ابيض، اشيل كل اللون اللي عليه من بره، وعايزة اشيل الجزء العالي اللي قدام ده بتاع القفلة بتاعته، واشيل القاعدة بتاعته كمان. ففي البداية هشيل كده الجزء ده وهو بيتشال بسهولة يعني. زي ما انتوا شايفين صنفرته، وكمان شلت الجزئين اللي فوق واللي تحت، وبقى عندي بالشكل ده. عندي الغطايين دول، وانتوا تقدروا تستخدموا اي غطايين موجودين عندكم، ولو ما فيش غطا ممكن ورقة تكون سميكة شوية تنفع جدا. انا عايزة اقفل الجزء ده علشان ما ينفعش يبقى بالشكل ده، لاني كمان هدهن الجزئين دول، الغطا والماسوره دول هدهنهم، فمش عايزاها يبقى بالشكل ده، عايزاه يدهن معاهم فيتدارى ومحدش يبقى عارف ده ايه بالظبط. والغطا ده عايزه اقصه بحيث ان انا لو دخلته يوصل لنص الجردل اللي معايا ده. فهقص كده الجزء بتاعه العالي ده، او الجزء اللي بيبقى تخين شويه، وبعدين ابدا اقصه شويه بشويه الدايره لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. ده تقريبا كده مقاس مناسب جدا. هسيبه دلوقتي واجي اقص ده علشان ما يبقاش فيه اي زيادات باينه ولا اي جزء بارز وخشن وكده، لا يبقى شكله كويس. وبعد ما انا عملته بدأت اصنفر الجزء البلاستيك اللي معايا علشان يبقى متساوي وحلو جدا، ولما ادهنه ما يبقاش باين. انا هنا فتحت فتحة زي ما انتوا شفتوا، بحاول اعمل فتحة على قد برضو الماسورة اللي معايا عشان دي هتتركب في الجزء اللي فوق. وهدهن انا الجزء اللي هو الشابو ده بالابيض والجزء التاني بالفضي زي ما انتوا شايفين كده. انا دهنتهم، رشيتهم بالرش الفضي، وما بانتش بقى ان في قاعدة ولا في اي حاجة. وفتحت دي بمسدس الشمع، بدأت كده افتح فتحة صغيرة، وبرضو بدأت اوسعها بالمسدس واقيس على الماسورة لحد ما وصلت للمقاس برضو كويس، وما يكونش واسع عشان ما يتخلعش. والشابو زي ما انتوا شايفين بقى فيه لمعة جميلة، ولو في اي ديفو او اي خربشة اتدارت لما احنا رشيناه باللون الابيض. هبدأ انا بقى اركب الجزء ده، بس طبعا هضيف الاول شمع علشان يثبت معايا كويس. هو مش واسع ولا اي حاجة، بس عشان يكون ثابت كويس معايا. وحتى الجزء ده لو انتوا لاحظتوا انا رشيته بالابيض برضو علشان هو هيبقى باين من فوق علشان يبقى شكله حلو معايا. وهضيف شمع فوق هنا كمان عشان نأكد عليها، ومش هسيبها كده، هضيف استرساية صغنطوطة كده علشان يبقى الشكل معايا كويس، عشان زي ما قلت لكم ان هي هتبان معايا من فوق، الشابو مفتوح من فوق فالجزء ده هيبان فيبقى شكله كويس. هبدأ اشوف كده المقاس معايا كويس والشابو هيتلزق ازاي وكده. فكده خلاص عرفت هيتلزق ازاي. فهبدأ اضيف شمع زي ما انتوا شايفين كده على الاطراف بتاعة الدايرة، وهضيف الشابو بالراحة جدا علشان اعرف اظبطه، لان انتوا عارفين ان انا كمان في الشتاء والشابو ده والشمع بيلزق بسرعة. انا هنا بعد ما ظبطته
ولزقته وبقى عندي بالشكل ده. هبدأ بقى التزيين الجزء بتاع القاعدة ده. فانا كان عندي اللولي ده وانا رشاه برضو بالفضي، هو كان لونه ابيض، وكان عندي الاستراس ده. حسيت ان الاستراس ده على قد المقاس بتاعه، وكمان شكله هادي وشكله حلو فعجبني اكتر. فلزقته زي ما انتوا شايفين وبقى عندي بالشكل ده، شكله حلو قوي. وده ورد، انا الورد ده بطبعه من برنامج بنترست، بنزل من برنامج بنترست الشكل اللي انا عايزاه، وبطبعه في اي مكان بيطبع طباعة ليزر او اي مكتبة عندها طباعة الوان او تصوير الوان. وده ورنيش مائي، وهبدأ ألزقه على الشابوه كده. بضيف ورنيش مائي زي ما انتوا شايفين، وبلزق الوردة، وطبعا بضغط عليها كويس علشان اي فراغات هوا تخرج، علشان الفينش في النهاية يبقى كويس. وبضيف عليها من فوق كمان علشان تبقى طبقة حماية. وانا عملت لكم قبل كده ازاي نستخدم برنامج بنترست، عملت فيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف لو عايزين تعرفوا ازاي تنزلوا الصور دي، شرح مفصل ليها. وبلزقه زي ما انتوا شايفين. وطبعا احنا قبل كده استخدمنا الورنيش المائي كتير، وعملنا طريقة الديكوباج دي كتير، وعارفين ان اللون الابيض ده بيروح خالص وبيبقى شفاف، والصورة بتبان معايا زاهية وجميلة في النهاية. اهو زي ما انتوا شايفين الصورة بانت معايا وبقت جميلة الورود جدا، وبقت لونها زاهي وحلو قوي. انا عندي اللولي الفضي ده وعندي الاستراس ده هستخدمهم دلوقتي. الاستراس ده هداري بيه زي ما انتوا شايفين اللزق هنا مكان الشمع لما انا كنت بلزق الماسوره دي باين، وانا عايزه اداريه، بس عايزه اداريه بشكل هادي جدا، فلزقت عليه الاستراسات دي، فبقى شكله حلو قوي وهادي جدا. واللولي ده هستخدمه هنا في الشابوه، هلزقه فوق وتحت في الشابوه. بسيطة جدا، وحسيت ان هو في الفضي هيليق اكتر، هو كان لونه ابيض بس انا حسيته هنا هيبقى اشيك بكتير، وهيبقى كمان لايق مع العمود اللي احنا عاملينه او الماسورة دي والقاعدة بتاعة الاباجورة بتاعتنا. اهو بقى عندنا اباجورة شكلها يجنن، شايفين قد ايه جميلة وشيك قوي. دلوقتي بقى هنشوف وحدات النور هنركبها ازاي. انا طبعا مش هينفع اركب لها لمبه ولا اي حاجه لانها اباجوره صغنونه ومش عايزه احطها كده فتبقى باينه، فانا هركبها هنا في الجوانب دي، هلزقها زي ما انتوا شايفين علشان لو عايزه اشغلها من الزرار الاسود ده. اهي زي ما انتوا شايفين لزقتها كده في الجوانب، مش هتبقى باينه بس هقدر اقيدها بكل سهوله واطفيها ومحدش هيلاحظها، ومن فوق الشكل هيبقى زي ما انتوا شايفين كده حلوه قوي. وهوريها لكم دلوقتي وهي كمان قايده، وهطفي النور خالص. اتمنى الفكره بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اتمنى تضغطوا لي لايك وشير، واللي اول مره يشوف قناتي اضغطوا سبسكرايب اشتراك وفعلوا الجرس على اول اختيار بيجيلكم الكل علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الاباجوره الاموره بتاعتنا النهارده، شايفين قد ايه شكلها حلو قوي وهي قايده، حلوه قوي.